السلام عليكم، اخباركم ايه؟ طبعا، حابب اتكلم في الموضوع اللي الكل عمال يتكلم عليه من بعد مباراة الزمالك امبارح وسيراميكا. وكل الكلام شغال على النقطة دي بس حرفيا، غير اي حاجة تاني. طبعا هتكلم معاكم على موضوع هتافات جماهير الزمالك ولاعب الاهلي احمد زيزو، والتناولات اللي الكل عمال يتكلم فيها، والاعلام او الصفحات اللي شغاله كلام على الجزئيه دي. وهقول لكم رايي ايه في موضوع هتافات جماهير الزمالك، وايه اللي وصل المواضيع بالطريقه دي في الكره المصريه. طبعا، في اول حاجه هتكلم معاكم فيها في الموضوع ده، انا بعلن رفضي تماما لاي هتافات تخص اي حد بره اطار كره القدم، سواء بقى زوجة لاعب، ام لاعب، اي حد قريب لاعب كوره. طبعا انا ضد اي هتافات او اي اساءات لاي انسان مهما كان، سواء لو كان الشخص ده هي واحده ست او زوجة لاعب كوره او ام لاعب كوره او هكذا. فانا طبعا ضد اي هتافات بالشكل ده. لكن انا بسأل كل جماهير الاهلي او اغلب جماهير الاهلي، وكل صفحات جماهير الاهلي الكبيره اللي متبنيه موضوع هتافات جماهير الزمالك من امبارح، وبعض الشخصيات العامه اللي طلعوا اتكلموا على الهتافات بتاعت جماهير الزمالك امبارح، وبينددوا بيها جدا وبيطالبوا بتدخل النائب العام وتدخل الدوله، وان الموضوع كبير ولازم يتم عمل وقفه بخصوص الهتافات دي. حابب اقول لصفحات الاهلي، وحابب اقول لاغلب جماهير الاهلي اللي اتكلمت في الموضوع ده، وحابب اقول للشخصيات العامه اللي اتكلموا في الموضوع ده: انتوا كنتوا فين من زمان؟ كان فين ردودكم اللي ظهرت فجأة دي؟ وكان فين غيرتكم على الخوض في العرض وكان فين مضايقتكم وغضبكم ان حد يتسبب في الملاعب من اهانات اللي فضلت مستمرة على اللاعب شيكابالا لمدة 23 سنة كاملة، سواء الشتايم بوالدته المتوفية أو بزوجته أو بالخوض في العرض أو بابنه أو لون بشرة ابنه، أو الذهاب للمقابر وتسمية شيكابالا بالمرحوم، أو الخوض في رمضان صبحي وشتايم رمضان صبحي، أو ضرب حسين الشحات للشيبي بالقلم وسب حسين الشحات للدين للشيبي برضه في قدام الناس كلها. كهربا وحركاته وافاعيله اللي كانت بتتم مع جمهور الاهلي خاصه بجمهور الزمالك، وكان بيتم على مرأى من الجميع. كان فين جماهير الاهلي؟ كان فين الشخصيات العامه اللي طالعه من امبارح عماله تتكلم على ازاي يبقى في خوض في العرض وازاي يحصل كده، والموضوع اكبر من الرابطه واكبر من اتحاد الكوره ولازم النائب العام يتدخل؟ كان فين صفحات الاهلي وتنديدها للكلام ده؟ بالعكس، صفحات الاهلي كانت كلها بتتبنى جميع الحركات دي، سواء من اي لاعب عندهم بيدخل الزمالك في اي تهزيء او اي شتيمه او اي حركات كانت بتحصل من اي لاعب ضد الزمالك، او اي شتيمه باي شكل من اي لاعب في الاهلي عندهم ضد حد، او نفسهم جماهير الاهلي اللي كانت بتطلع تعمل كل الكلام ده في الاستادات، ومن تكسير السادات وعدم احترام السلام الوطني، ومن كل جماهير الاهلي عملت حاجات كتيره جدا في الاستادات. وكانت صفحات الاهلي دي نفسها الكبيره دي كانت بتتبنى الموضوع ده بشكل رسمي، وبياخدوا الحاجات دي عندهم ترند في صفحاتهم. ليه المره دي لما الموضوع مس احمد زيزو الاهلاوي بالشكل ده كلكم طلعتوا اتكلمتوا بشكل واضح وصريح، وان انتوا رافضين الكلام ده وما ينفعش الخوض في العرض وما ينفعش نتكلم في سيره حد وما ينفعش نجيب؟ انا مع الجميع اللي احنا ضد الكلام ده كله، وياما ياما اتكلمنا وياما اتكلمت في الفيديوهات بتاعتي كتير جدا ان الكيل بمكيالين هيوصل الامور لحاجه ما حدش يحبها خالص تماما. ان لما جمهور الزمالك يتعامل مع حد بنفس الفعل يتعاقب، ولما الحد التاني بيتعامل بنفس الفعل ونفس الاسلوب ونفس الطريقه ولا بيتعاقب ولا بيحصل اي حاجه، فده بيخلق شحن جماهيري جدا جدا بين الجماهير وبعضها. فانا النهارده طالع اقول لكم ان انا ضد اي حاجه من الاساءات اللي بتتم لاي لاعب كوره، سواء في اهله او في عرضه او في زوجته او في امه. بس انا ضد الجميع، ما بقاش انا ضد جمهور ولما جمهور تاني يعمل نفس الاساليب اقول لا تمام وحلو جدا، ونعمل نفسنا مش شايفين الموضوع، ونطلع زي اغلب الاعلاميين كانوا بيطلعوا يتكلموا مع شيكابالا ويقولوا اصل اللاعب لاعب والجمهور جمهور. مش معقول اللاعب هيرد على كل جمهور يكلمه. كان في جماهير بيطلعوا يقولوا في برامجهم كده على شيكابالا لما شيكابالا كان بيرد على الجماهير. فارجو ارجو ارجو من جميع الاعلام، وارجو من جميع الصفحات اللي هي
في جماهير كتيره بيتابعوها. وارجو من جميع الشخصيات العامه لما تيجي ترفضوا حاجه او تنددوا حاجه، تنددوا الحاجه على الجميع، لكن ما تبقاش تنددوا حاجه على اشخاص معينه وتسيبوها لاشخاص معينه. فاخر الفيديو بتاعي انا رايي زي ما قلت لكم في اول الفيديو، اللي انا ضد اي اساءه لاي حد من اهل اللعيبه، سواء زوجاتهم امهاتهم او اي اشخاص قريبه ليهم، لكن انا ضد الجميع. ما يبقاش جمهور معين يعمل اللي هو عايزه براحته بدون اي عقاب، وجمهور تاني لمجرد لما يعمل اي حاجه يلاقي العقاب جاي ليه من الادانه الاعلاميه والادانه الجماهيريه وادانه الشخصيات العامه وادانه من اتحاد الكوره، وممكن يتم عقوبات. فهو ده كان رايي اللي انا حابب اقوله، وحابب اوصل لجميع الجماهير بلاش نخوض في عرض اي حد، بلاش نشتم بعض بالاساليب الفجه او الاساليب الصعبه دي. وباذن الله نتمنى الخير للجميع فيما هو قادم. وبخصوص الزمالك، كل جمهور الزمالك يا ريت صفحه زيزو خلاص احنا قفلناها، مش عايزين نرجع لها تاني، ونركز مع نفسنا كويس جدا جدا جدا، لان هم اللي عايزينه الفتره الجايه. اللي انت ما تركزش مع نفسك ويبتدوا يخرجوك بره الملعب باي طريقه، فبطلب من جمهور الزمالك خلاص ننسى صفحه زيزو تماما، ونركز مع فرقتنا ومع لاعبتنا مع مدربنا. وباذن الله الزمالك قادر انه يعمل حاجات كتيره جدا الموسم ده، وده اللي راعب ناس كتيره جدا من الزمالك الموسم ده. شكرا جدا.